ببغداد للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه في حال استمرار تحسن الوضع الأمني في العراق خلال العام الجاري فإن عدد اللاجئين والنازحين العائدين إلى مناطقهم قد يتضاعف. وتوقع أندرس في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل أن يصل عدد العائدين هذا العام إلى نصف مليون شخص، موضحا أن الكثير من العراقيين عادوا إلى مناطقهم العام الماضي. إقليميا ودوليا، استقبل الآلاف من الأتراك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استقبالا حارا رافعين أعلام تركيا وفلسطين لدى عودته إلى اسطنبول قادما من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وكان أردوغان قد انسحب غاضبا من قاعة المنتدى الاقتصادي في دافوس الخميس بعدما ناقش الحرب في غزة مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز. واتهم أردوغان المنظمين بمنعه من الكلام للرد على مداخلة طويلة ألقاها الرئيس الإسرائيلي دفاعا عن تدخل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن التغيير الحقيقي في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط سيمكن طهران من تبني موقف تعاون من الولايات المتحدة، قائلا إنه لا يمكن استبعاد إيران من الفهم العام لمنطقتنا. وجاء كلام متكي الذي كان يتحدث خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد مطالبة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة بالاعتذار عما أسماه بجرائمها الماضية ضد إيران. أقال أعضاء مجلس الشيوخ في مقاطعة إلينوي بالإجماع حاكم ولاية إلينوي رود بلاغوفيتش المتهم بعرض مقعد السيناتور باراك أوباما على من يدفع أكبر مبلغ. وردا على السؤال لمعرفة ما إذا كان بلاغوفيتش أساء استخدام السلطة ويجب إقالته، أجاب 59 عضوا في مجلس الشيوخ في ولاية بالإيجاب من دون أي معارضة، وسيحل مكانه مساعد الحاكم بات كوين. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن الحاكم ضالع في الفساد لأنه أراد مقايضة مقعد السيناتور أوباما الذي كان مكلفا باختيار خلف له بمناصب رفيعة المستوى أو تترافق بأجر كبير له أو لزوجته. أما كوريا الشمالية فقد قالت إنها قررت إلغاء كل الاتفاقيات السياسية والعسكرية الموقعة مع كوريا الجنوبية، متهمة حكومة سيئول بإخفاء نوايا عدوانية ضدها. ونشرت الجهة الكورية الشمالية المسؤولة عن العلاقات مع الجنوب بيانا في وسائل الإعلام الرسمية قالت فيه إن حكومة كوريا الجنوبية قد دفعت بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى حافة الحرب. في الختام مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز وأهم ما جاء في النشرة. الصمت الإعلامي يسود بغداد ومحافظات العراق. ووزير الدفاع يؤكد متانة وقوة الاستحضارات الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات. أئمة وخطباء المساجد في العراق يدعون إلى المشاركة في الانتخابات. وبيونغ يانغ تلغي جميع الاتفاقيات مع سيئول. مشاهدينا الكرام، نشرتنا الإخبارية انتهت في ختامها. شكرا للمتابعة.